السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. غنوجد معكم اليوم سمك كنعمرو. هنا كيف كتشوفوا السمكة مفتوحة من الظهر ديالها. غسلتها بالحامض وخليتها تقطرت شوية، ولكن رغم ذلك كنحاولوا نقلبوا هذا الرأس ديالها. هذا كيكون بعض الأوقات كيبقى فيه الماء، نحاولوا نشفوه. كيف شفتوا كان فات الحامض حيدته صافي. هنايا غنحاول انا نشرحها واحد شويه من هنايا، ولا بغيتو ما تشرحوهاش لان من بعد تشوفوا معايا كيفاش غنديرها. هنا خديت الشعريه الصينيه ديال الروز، درت فيها التوابل. دابا نحط لكم الطريقه ديال التوابل. درت فيها قليل من السمك الابيض. هنا هاد السمكه هادي كاينين الناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا الكروفيت، عندهم حساسيه، داكشي علاش ما درتوش. درت غير قليل من السمك الابيض توابل. المهم هنا كيف كتشوفوا نحاول ميلونجي، نخلط التوابل كامله وترقدت مزيان. هانتوما هنا غنبداو نعمروها. تقريبا هنا درت واحد الكميه وافره ديال الشعريه الصينيه، لان السمكه عندي ما شاء الله كبيره، يعني كانت فيها تقريبا شي 3 كيلو ونصف. كنفضل انا بصراحه نحيد الشوك بصفه نهائيه للسمك، لكن هذه كان خصها يبقى فيها. المهم راه سبق لي شاركتها معكم وحده، حيدت لها الشوك كامل، نقيتها. كتعجبني خصوصا ملي كتعمر بحال هكا، كتجي سهله في الاكل. شوفوا تبارك الله شحال غتهز ديال الشعريه الصينيه، لان الناس اللي محاضرين في هاد الاكله هذه كيبغيو الشعريه الصينيه يعني بكميه كثيره، وكنفضلها انا نعمرها هكا احسن من نديرها بوحدها. كاين بعض الاوقات اللي كنبغي اكثر من هكا، كضطري انك ديريها بوحدها، تعمري بها مثلا فلفله او مطيشه، من بعد كتحطيها هكاك. ولكن هكا ملي كتكون السمك كتكون احسن. هنايا هاد الشعريه الصينيه كتحاولوا حتى ديروها ناشفه مزيان، لان السمكه غنديرها في البابي كويسون، نديرها في بابي الومنيوم، وكندير لها كذلك الملح وكندخلها كطيب، كتجي بصراحه رائعه. كتشوفوا معايا. كيف كذلك السمكه يمكن لكم انكم تخلطوها، عفوا، يمكن لكم السمكه دهنوها قبل ما تبداو تعمروها بالتوابل. انا ما درتهاش، ولكن من بعد انا غندير واحد شويه في الجوانب. هنا كتشوفوا في الراس ديال السمكه كندير واحد النصف حامضه، كنديروا ورق الغار اللي هو ورق سيدنا موسى. هنا الراس بصراحه غير كتنقيوه مزيان وتمسحوه مزيان وديروا تعمروه، يعني كيهز بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشعريه الصينيه، كتهز واحد الكميه، تقدر تهز لكم تقريبا حتى الباكيه اللي كيهز هنا الراس. لهذا ملي كيكونوا الناس اللي كيعجبهم هاد الشعريه الصينيه، ما عليكم غير ديروها الطريقه هذه. حتى السمكه ملي كتفتح من الظهر كتعطيكم الحريه انا كيفاش تعمروها، وداكشي كتبقى لكم مزيانه. صافي هنا انا كنكمل التعمار ديالي كيف كتشوفوا. المهم بغيت نشاركها معكم، وغنشارك معكم وحده اخرى ثاني صغر منها. هذه هنايا الا بغيتو ديروها بهذه الطريقه، ولكن ملي تبغوا تدخلوها للفران حاولوا انكم تغطيوها، يعني ما ديروهاش هكا وتقولوا ندخلوها هكا للفران بوحدها بلا ما نغطيوها ولا شي حاجه. علاش؟ لان الشعريه الصينيه كتقصح وما كتجيش مزيانه، خاصه ملي كتوصلها العافيه. هنا شفتوا كيف قلت لكم انا بديت كندهن بالتوابل، لانني هي بالنسبه للشعريه الصينيه فيها التوابل مزيان، وفيها لاصوص اللي كندير ديال المهم كيف قلت لكم نشاركوا معكم. ولكن كيف ما كان الحال عاودت دهنت شويه هكا الجوانب هادو. صافي كذلك هذوك التوابل اللي شفتوا انا دهنتها من الفوق. هنا حطيتها في لاطه اخرى تقريبا نفس الحجم، لان خصها تكون كبيره اللاطه باش تهز لكم الحجم ديالها. تقريبا راه كان فيها تبارك الله، كنظن شي، اذا بقيت كنتذكر شي 60 سنتيم اللي كان فيها، يعني كانت طويله او اكثر عفوا اكثر من 60 سنتيم. المهم هنا دهنتها. غدا نغلفها بالبابي، ضروري ديروا بابي كويسون. بعض الاخوات كيبانوا لي كيديروا بابي الومنيوم ديريكت، لا ماشي صحي. يستحسن انكم ديروا بابي كويسون يكون مزيان، تلويه مره ولا جوج بحال هكا. نتوما كيف كتشوفوا كتلويوها كامل الجوانب كطويوها. هنا كيف لاحظتوا راه ما درت لا ماء لا حتى شي حاجه، ورغم ذلك غير تخرج لي داك الماء ديالها. في التوابل اللي درت كذلك درت فيها غير زيت زيتون، قليل من الحامض. يعني درت تم الحامض، درت الحامض مصير وطحنته، يعني ما درتش الحامض عصير، لان الحامض عصير كذلك كيطلق الماء. فقط الحامض عصير عفوا درته في الاول باش رقدت به غسلت به السمكه باش كتجي مزيانه.
هانتوما شفتوا الطريقه كيفاش كنلوي عليها. كتجي مزيانه، يعني ما تخافوش منها، وكتبقى كذلك مجموعه لانك عمرتها بزاف. الا ما درتوش لها الطريقه منين غطيب تحل السمكه ويقدر يخرج لكم الحشو، لما تبقاش في الديكور ديالها زوين. هكا كتضمنوا انها كطيب مزيان وكيبقى حتى الشكل ديالها مزيان. صافي من بعد ما درت لها هكا انا غنلوي عليها بابي الومنيوم. المهم اللقطه ديال انني درت الملح وداكشي المهم ما درتهاش. المهم عفوا، مع كنت مزروبه وداكشي ما صورتهاش. صافي غنكمل نغطيها مزيان بابي وندخلها للفران. تقريبا الفران على حسب ما كان. يمكن لكم ديروا لها الطريقه وتخليوها، ما كاينش كتاخذ الوقت بزاف. هنايا كيف كتشوفوا هذه صوتها، شكلتها او زينتها بالبريوات. هنايا هذه سمكه اخرى، هذه ماشي السمكه الاولى، هذه درتها محلوله كيف وريتكم في الاول. المهم هنا البنات عندي صوروا حتى الطبله اللي غتحط فيها، الطبله ديال الدراري اللي تحطات. المهم كنتمنى ان شاء الله تكون هاد الشمكه اللي شاركت معكم تعجبكم، وان شاء الله نشاركها معكم بالتفاصيل الدقيقه مره اخرى ان شاء الله، بالصالات ديالها بكل شيء. هذه كيف قلت لكم سمكه ثانيه، حتى هي درتها بالخضر، مي الاخرى كنت درتها غير بالبريوات كذلك، هذا كالامار معمرته هو كذلك بالسمك. مهم ما تنساوش تشاركوا معكم هذا الفيديو مع الاخوان والاصدقاء، ديروا لايك والاشتراك باش يبقى دائما الجديد. شوفوا السمكه نسيت ما شرحتش لكم، كاينه لاصوص ديالها كيف كتشوفوا هذوك الجبيبنات الصغيورين اللي كيبغي لاصوص كياخذوا. الى اللقاء.